أسئلة غالبا هتراودك في الوقت ده من الثانوية العامة وإجابتها. المفروض أبدأ مراجعة نهائية إمتى؟ أول ما تخلص المنهج في أي مادة ابدأ مراجعة نهائية فيها. عايز أقول لك إن أنا مفيش مادة بدأت مراجعة نهائية فيها قبل شهر 4 بسبب إن أنا كنت مرتبط بالمدرسين اللي أنا باخد معاهم، بل إن في مواد بسبب إن المدرسين اتأخروا أنا بدأت في نص 5. يعني المواد دي أنا راجعتها مراجعة نهائية حوالي 20 يوم بس. أقول لك إن أنا قدرت أضغط نفسي وأتخطى من المشكلة اللي أنا اتحطيت فيها دي، بس الفكرة إن أنت ما تحطش نفسك في الوضع ده من الأول. فانت حاول مفيش اي ماده تبدا شهر 4 الا لما تكون مخلصها وبادئ مراجعه نهائيه فيها. انت حالي النهارده في الدرس ومش مذاكر، مع العلم ان المدرس ده شخصيته غبيه شويه او هو مش احسن حاجه ومش لطيف وممكن يخلي الحفله عليا النهارده لو رحت. صدقني روح، غالبا الاسئله اللي هتيجي في الامتحان دي وتشوفها سواء حلتها او ما حلتهاش هي هتعلق في دماغك، ولو اتكررت في امتحان اخر السنه او جه حاجه شبيهه منها انت هتفتكر الاسئله دي جدا. غالبا الاسئله اللي انت هتغلط فيها دي الاسئله اللي هتفضل ثابته في دماغك، بعكس اللي انت حلتها اللي هتتفاجئ ان انت في فتره المراجعه انت ناسيها ومصدوم اللي هو ازاي انا حليت الاسئله دي. مدرس الماده دي بيهزقك او بيضايقك او هو مش الطف حاجه، صدقني ده نوع من انواع او شكل من اشكال تعب الثانويه العامه اللي ربنا بيكافئك عليه. خليك عارف ان تعب الثانويه العامه مش بيجي بس في صوره المذاكره اللي انت ذاكرتها. الثانويه العامه ممكن يكون ليله كان عندك برد فيها ونزلت الدروس، كنت عايز تنام فيه وقاومت عشان تلحق تذاكر الامتحان بكره. شخصيته مش حلوه او انت مش بتحبه بس بتروح له عشان الماده العلميه بتاعته. صدقني كل ده يعتبر صوره من صور تعب الثانويه العامه اللي ربنا بيكافئك عليه. داخل على شهر 3 بس في حاجات كتير انا مراكمها او في جزئيه في ماده معينه انا ما فتحتهاش قبل كده، ابدا بقى فيها ولا الوقت فات؟ بس بصراحه انا عايز اجابه ما يكونش تحفيز ومجرد كلام، انا عايز حاجه عمليه اعملها. صدقني ابدا واعرف ان دايما في وقت، لحد وانت جوه الامتحان في اللجنه قاعد بتحل في وقت. والله ده مش كلام تحفيز بقوله ليك، لا ده بجد وعن تجربه، مش اكبر منك بكتير. انا الدفعه اللي كانت قبلك وجربت اللي انا بقوله لك ده عصاره التجربه اللي انا طلعت بيها من الثانويه العامه، ان دايما في وقت. هل في وقت ولا لسه وابدا دلوقتي ولا لا؟ السؤال ده راودني كتير جدا في فتره الثانويه العامه، ودايما اللي كنت بكتشفه بعد ما الفتره تعدي ان طلع لسه في وقت. اشيل الفون ولا اقلل القعده عليه وانظم وقتي؟ لا لا لا، شيل الفون. حتى لو انت من الشخصيات اللي بتعرف تتحكم في وقتها وتنظم وقتك كويس وتتحكم في ان انت ما تاخدش الفون، برضه شيل الفون. صدقني حياتنا بعد ثانوي حلوه جدا، وهنا انا ما اقصدش الحياه اللي كلها خروجات وفسح والحياه وردي، انا اقصد الحياه العاديه اللي هو مجرد ان انت تقضي يومك من غير ضغط ثانويه عامه. اي مرحله تمر بيها في حياتك سواء كانت قبل ثانويه عامه او بعد ثانويه عامه فصدقني هي احسن من الثانويه العامه. بقول لك ده كله خلاصه اللي انا عايز اقوله لك. لما تحقق حلمك وتوصل لهدفك صدقني ساعتها قعدتك على التليفون هيكون ليها طعم تاني، ساعتها محدش هيقول لك بعد كده شيله او حطه ولا الكلام ده، ولا حتى هتحتاج ان انت تقاوم قعدتك عليه. السعي والتعب هيكون موجود في كل مراحل حياتك، ودي مش حاجه جديده، لا ده هو ربنا خلقنا كده وقال ولقد خلقنا الانسان في كبد، يعني تفضل في حاله عدم رضا مستمره. بس صدقني مش زي ثانويه عامه، ساعات بيجي عليا وقت بحس ان انا مش طايق نفسي او مش طايق ان انا افتح كتاب النهارده، ولو قعدت اقاوم واحاول اذاكر بحس ان انا بذاكر من غير اي انتاجيه، مش فاهم حاجه. انا مش عارف هل انا كده محسود ولا المشكله فين بالظبط. الحوار ده هيجيلك في فترات متقطعه كتير في الثانويه العامه، اكيد هو جالك الفتره اللي فاتت كذا مره. عايز اقوله لك لما يجيلك ما تقعدش تقاوم وتحاول تذاكر، ده من الاخر كده جسمك بيقول لك انا مش قادر ومحتاج استريح. فانت لما تلاقي نفسك وصلت للليفل ده خد النهارده راحه، راحه بمعنى راحه اللي هو انا مش هعمل اي حاجه النهارده، بس تكون عامل حسابك ان انت بكره هتشد قوي. لا انا مش بتريق، انت بجد بكره تكون ناوي تعوض اليوم اللي فات ده. حتى لو اهلك مش هيفهموا كده، حتى لو بكره وراك حاجات مهمه، ايا يكن اللي انت فيه لازم تاخد الراحه في اليوم ده، لان لو ما عملتش كده هتلاقي الموضوع ده مد معاك يومين وثلاثه واربعه وانت في نفس المشكله وفي نفس الدوامه مش عارف تخرج منها. عن نفسي لما كان بيجي لي المشكله دي في الثانويه العامه ولا زلت لحد النهارده لما بيجي لي كده انا فعلا باخد اليوم راحه وبعوض تاني يوم عادي جدا. المشكله بقى ان في مره جالي الشعور ده في الشهر في اخر شهر 5، يعني اللي هو عز الثانويه العامه بجد. اقول لك انا قعدت من الساعه 7 لحد حوالي 4 العصر، صفر انتاجيه. انا قاعد قدام الكتاب عمال اذاكر بس انا مش فاهم اي حاجه، انا مش عارف المشكله فين. وكمان كنت بذاكر فيزياء، الموضوع ما اتحلش غير لما انا حرفيا خدت بقيه اليوم كله اجازه وجيت تاني يوم عوضت اليوم ده وحليت عادي جدا. لا عوضت بجد مش استهبال. وفي خلطه سريه بقى او سر نجاح او حاجه ممكن اعملها كده تفرق معايا عن في الثانويه العامه وتميزني عن كل اللي حواليا. بص بقى، لو عايز بجد سر النجاح في الثانويه العامه فصدقني الثانويه العامه من اولها لاخرها
هي توفيق من الله عز وجل. يعني لو عايز تطلع بحاجه بجد من الثانويه العامه، هي حاول تقرب من ربنا وتخلي القرب ده يستمر معاك بقيه حياتك. انت في الثانويه العامه بيبقى في عينك لمعان كده مش بيبقى موجود في اي حد في اي مرحله تانية، لان غالبا بعد الثانويه العامه انت لو وصلت للمجموع وحققت اللي انت عايزه، فلو انا كده كده حققت اللي انا عايزه. ولو انا ما وصلتش للمجموع اللي انا عايزه او ما دخلتش الكليه اللي انا نفسي فيها، فانت بتبقى انا كده كده ما وصلتش، ففاكس بقى، وبتبقى حرفيا اللي هو انت ضاربها. انما بقى انت في فتره الثانويه العامه دي انت بتبقى في فتره كده دايما تحس ان انت عايز تقرب من ربنا او تغير من نفسك وتحسنها. هو ده اللي معاني اللي انا بقصده ان دايما بيتشاف في عيون الطلبه بتوع ثانويه عامه. فانت لو في حاجه تطلع بيها بجد من الثانويه العامه، هي انك تطلع باعلى ليفل قرب من ربنا وصلت له طول حياتك، وثق ان الوحيد القادر على انه توصل للحلم اللي انت عايزه، او يصبرك لو لا قدر الله ما وصلتش للحلم اللي انت عايزه، او يوديك لمكانه احسن من اللي انت كان نفسك فيها، او هو سبحانه وتعالى شايف حاجه انت مش شايفها، والله عز وجل. يا ابني فوق ده ربنا، صدقني انتصارك في الثانويه العامه بجد هو قربك منه سبحانه وتعالى. افتكر الحديث القدسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فيه: وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. حوزه الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بس على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. صدقني ده سر النجاح الحقيقي، بس مش في الثانويه العامه بس، ده في حياتك كلها. حاجه اخيره عايز اقولها لك كدكتور صيدلي: ربنا يوفقك في الفتره الجايه من الثانويه العامه. مع السلامه.